ورحنا اقدم قدرة فول في مصر عند الحاج طه في قلب مدينة رشيد، بقالهم فوق ال100 سنة، والفول عنده بيتعمل بنفس الوصفة القديمة. أجمل طبق فول بالسمنة البلدي تاكله من هناك بدون مبالغة، ولا الفول اللي متغرق زيت حار خير ربنا كله تلاقيه هناك، ولا الفلافل السخنة المخدومة مع المخلل والسلطات وعليهم واحد طبق بيض مقلي بالسمنة البلدي ما حصلش. جبار يا جماعة، تاكل صوابعك وراه حرفيا. وبيعملوا بقى الفول بالسمنة البلدي والثوم حكاية، والدقة نازلة عليه ملهلبة وآخر جمدان، والأكل طعمه جامد جدا، الطعم بتاع زمان، اكل بجد تاريخي. بصراحه احنا اول مره ناكل اكل بالسمنه البلدي الطعم دوت، وخصوصا مع الفول. بجد هم روعه ومميزين جدا بالفول اللي بالسمنه البلدي، مميزين كمان بطبق العدس، بس للاسف ما لحقناهوش، كان خلص. بجد اجمل واطعم اكل كلناه، وكله خير وبركه، والمكان يفكرك بزمن الطيبين، ويا ريتنا نرجع زي زمان. وبجد بشكر اهل رشيد، ونشوفكم في تجربه جديده مع المطعم جيه.